لو فتحت دفتر صاحبتي دلوقتي هلاقي فيه صلوات ودموع وتوبة وخشوع ونجاح، وهلاقي فيه جنة مكتوبة بالحبر. تعالى اوريكم. طبعا ده هيبقى من احسن الفيديوهات اللي هتكلم عليها عن الصحاب صراحة، لان انا بحب اتكلم في الحاجات دي كتير. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني في ناس هتقول يوم القيامة يا ريتني، إلا ناس كانت بتسند بعض في الدنيا، ناس ربنا هيقول لهم ادخلوا مع بعض الجنة. وانا الحمد لله من الناس اللي لقيت من نوع من الناس دي بدري، الحمد لله وربنا رزقني بيهم. اول صفحة من دفتري واحدة صاحبتي، مش هقول اسمها عشان الحسد اكيد هتعرف نفسها ان شاء الله، يعني ربنا يبارك لي فيها ويجعلها من اهل الفردوس. صاحبتي دي صاحبة مش عادية، وكل صحابي صراحة، بس هي شدتني قوي صراحة. هي صاحبة مش عادية خالص، وانا مش شايفاها عادية، وانا بقول لها يا قدوتي كمان، كده هتعرف نفسها اكتر. في المدرسة صوت الميس عالي وكل مشغول، وهي الاقيها بتهز كتفي وبتقولي وبتهمس يلا بينا نصلي، على حسب بقى الوقت، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، في المدرسة او في الدرس. في المدرسة مثلا نقول صلاة الظهر، تقول لي وتهمس يلا بينا نصلي صلاة الظهر. بتقول لي الوقت هيروح ولو عدى هنندم. وبرضه نفس الحكاية في الدرس، الاقيها في وسط المسائل والتوتر والكل مشغول، الاقيها بتطلع سجادة الصلاة من شنطتها وبتقولي ربنا اهم. هي مش بتسحبني للوضوء والصلاة بس، دي بتسحبني وبتاخد من ايدي للجنة. صاحبتي ديت يعني بجد بتفرحني قوي لما بتقولي يلا نصلي او بتقولي نعمل حاجة كويسة. يعني دي دعوة ليا ليها، في دعوة مستجابة في ظهر الغيب. اللهم احفظها لي ولا تحرمني منها لحظة، ربنا يخليها ليا وتفضل دايما معايا ونفضل صحاب طول العمر. تاني صفحة بقى انا، اكيد يعني انا مش هتكلم على كله واسيب نفسي، ده مش غرور، بس صراحة انا يعني كنت بتمنى ان انا الاقي صاحبة زيي. صراحة ده مش غرور، بس انا بتكلم بجد. انا ربنا مخليني السند بتاع صحابي. صاحبتي جابت درجة وحشة او مش عاجباها، بمسح دموعها وبقف جنبها وبقول لها انتي مش درجة، او انتي احسن من رقم، ويلا بينا نذاكر سوا، وافضل احفزها واشجعها وافضل نضحكها واخليها تنبسط. صاحبتي جابت درجة حلوة او جابت امتياز او نجحت، بجيب لها شوكولاتة وبحتفل معاها كأنه عيد. صاحبتي مثلا بتلعب رياضة ونجحت في اللعبة ديت، برضو بجيب لها شوكولاتة او هدية وافضل احتفل معاها والعب معاها، عشان هي فرحتها فرحتي بالظبط. ويعني انا اساسا بحب ان انا افرح الناجح واللي مش ناجح، وافضل احفزهم. واصحابي شخصيا بيقولوا لي احنا مبسوطين لان انتي بتخلينا حتى لو احنا حاسين ان احنا ملناش اي 30 لازمه، انتي بتحفزينا وبتشجعينا. وده مش غرور والله، اصحابي مش بيغروني، وكلهم يشهدوا على كده صراحه. الصحبه مش واتساب او مش مبروك على الواتساب، الصحبه حضن حقيقي ودمعة حقيقيه وشوكولاته بجد. صحابي ما ينكروش ان انا كويس، ما تنكروش، وانا طبعا ما انكرش برضو ان مش كلنا كاملين، بس انتوا برضو من احسن الناس وربنا يخليكم ليا. تالت صفحه بقى هي صفحه الوقعات. كلنا وقعنا وكلنا بنقع، مفيش حد ما بيقعش، بس الفرق بقى مين اللي هيمد ايده. صاحبتي جت عليها فتره وكانت يعني عايزه تبعدت عن ربنا شويه، وقالت انا زهقت، بس انا طبعا ما سبتهاش، بس انا مش هسيب حد في حاله، وانا مش هشوف صاحبتي تقع واسيبها واسكت، طبعا لا. تمام. فانا فضلت وراها اقول لها يلا بينا نصلي ركعتين اونلاين، يلا بينا نستغفر ربنا 100 مره. فضلت وراها لحد ما رجعت، وهي شخصيا مبسوطه مني وبتقول لي انا عارفه انا بحبك ليه، دي حاجه تبسطني صراحه. بتقول لي عشان انت خليتيني ارجع انتظم شويه في الصلاه. فطبعا هي كمان لما انا بقع وبغلط، اكيد انا مش كامله، كلنا مش كاملين، كلنا بنغلط، بس ربنا مش عاصمنا من الغلط. فانا لما بقع انا كمان، هي كمان صاحبتي ديت صاحبتي التانية، تمام، هي كمان صاحبتي ديت بتقومني وبتشجعني. فدي اسمها صحبة، بنشيل بعض لربنا مش بنشيل بعض للغلط. رابع صفحة واحلى صفحة ان قعدتنا مش كلها هزار وترندات، بنقعد نضحك ونفرح وقعدة صحاب جميلة، بس قعدتنا بيبقى فيها ربنا. واحدة تسأل هو الدعاء ده ينفع، والتانية تقول انا سمعت شيخ بيقول ان الآية دي معناها كذا، ونفضل نتكلم ونتحور ونفضل نحفظ ونراجع ونعيط من خشية ربنا، ونقعد نتكلم في حاجات كتير في الدين. ده انا كانوا مسميني الشيخة اروى من وانا في ابتدائي، من كتر ما كنا بنقعد نتكلم في الحاجات دي.
فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالط. واكيد صحابك هيغيروك. فانا فخوره فخر الدنيا ان اصحابي بيختاروني عشان يسالوني عن ربنا وعن حاجات في الدين، ودي امانه وربنا يقويني عليها. وطبعا خلي ليك اثر. انا بعمل كده ليا اثر وسط اصحابي عشان بعد كده يرجعوا يتكلموا عليا ويبقوا مبسوطين ان انا كسبت كصاحبه صالحه، وكسبت كصاحبه عموما، وكسبت كاخت، بس مش اخت يعني اخت في الله، حاجه تفرحني يعني ان هم يبقوا مبسوطين مني، وان انا بعمل المستحيلات عشان خاطر صحابي وان هم يبقوا مبسوطين. فخلي ليك اثر وسط الناس وسط اصحابك عشان المدرسين واخواتك وقرايبك واصحابك وكل الناس تتكلم عليك وتقول عليك ان انت كنت حد لطيف وحد حلو، ويعني شخص كويس وصالح. اهم حاجه انا كنت بتمنى ان يقول عليا صاحبه صالحه، وانا الحمد لله بشجع صحابي وبقويهم وبساعدهم على كل حاجه. خلي ليك انت كمان اثر وسط الناس وسط صحابك، وخلي الناس تقول عليك قد ايه انت كنت صاحب صالح وجميل. وانا بتمنى ان انا يعني ان انا اكون عند حسن ظن اصحابي وحسن ظن الناس كلها، ان انا ابقى صالحه واساعد الناس او اي حد عموما ويقولوا عليا كلام حلو، مش كرياء وخلاص، بس انا عايزاهم يقولوا عليا كلام اللي هو حاجه. بتبسط قوي ان لما حد بيقول عني كلام حلو ان انا قد ايه حد كويس. خلي ليك انت كمان اثر عشان الناس تتكلم عليك وانت عايش. وعلى فكره انا كنت بقعد اقول ان الصحاب ما بيغيروش، وانا مهما حد عمل ما اتغيرش. ناس كتير صحابي اتغيروا كتير قوي بسبب ان هم اتصاحبوا على ناس هم كويسين، بس في حاجات كده غيرتهم. صحابي مش اتغيروا بس في حاجات اتغيرت فيهم. انا بقى عندي صحاب تانية، يعني انا كنت بقول مش هتغير ولا الاحسن ولا الاوحش، بس عادي ممكن اتعلم منهم للاحسن. وفعلا اكتشفت ان انا كلامي غلط، ان احنا فعلا ممكن اصحابي يغيرونا. ولقيت ان معظم صحابي بقيت بقلدهم بس في الصح مش في الغلط، لان صحابي دول الحمد لله يعني ومعظمهم مسلمين او مش مسلمين بيعملوا حاجات كويسه تخليني انا كمان اقلدهم. في الاول كان عندي صحاب كويسين بس بيقولوا مثلا كلام مش قوي، فانا كنت بقلدهم في طريقه الكلام وطريقه الحاجات. صحابي اللي دلوقتي يعني الحمد لله ربنا يخليهم لي بيتكلموا حلو وكلام، بقيت بقلدهم. بقيت في حاجات انا كان نفسي اعملها ما كنتش قادره اعملها وكنت مكسره، هما من كتر ما انا بشوفهم بيعملوها بقيت بقلدهم وبقيت بعمل زيهم، وانا كمان بشجعهم وهم كمان بيشجعوني وبيقلدوني وبقلدهم. الحمد لله بعرفت اختار وبيقلدوني في الصح وانا كمان بقلدهم في الصح، وبيسالوني وانا بسالهم وبنستفاد كلنا من بعض زي ما بستفاد منكم وانتوا بتستفادوا مني على اليوتيوب. فمبسوطه جدا صراحه، واتمنى ان انتوا كمان تبقوا اصحاب كده، ان هما كمان غيروني واكتشفت فعلا ان احنا بنتغير. خامس صفحه بقى اسمها الصدق. الصحبه الصالحه مش اللي تيجي تطبطب عليكي وتقولك انتي صح او انتي غلط، لا. الصاحبه اللي بتحبك بجد هي اللي هتقولك استني ده غلط وده ما يرضيش ربنا، حتى لو هتزعلي مني ومن كلامي دلوقتي ازعلي، بس انا مش هسيبك تروحي مني او تروحي النار. الصحبه اللي تقولك لا عشان الجنه، انا بقولك امسكي فيها بايديكي واسنانك، عشان الصاحب ساحب، وغير كده صاحب هو العامل الرئيسي والاساسي في حياتك، غير اهلك وغير البيئه اللي انت عايشه فيها، صاحبك هو الاساس. طيب لو لسه بتدوري على الصحاب او عايزه تتاكدي ان صحابك اللي معاكي دلوقتي وهم صح، احفظي ال6 علامات دول. اول علامه علامه الصلاه. اول ما الاذان بيأذن بتقولك يلا بينا ولا بتقولك بعدين وتكسلك؟ جاوبي على السؤال ده وشوفي. تاني علامه الغلط. لما بتزقك على الغلط عشان نجرب ولا بتشدك منه؟ تالت علامه السر. بتأمنيها على سرك ولا تاني يوم تفضحك؟ رابع علامة النجاح. لما بتنجحي بتغير منك وبتبقى متضايقة وبيبان عليها ولا قلبها بيطير من فرحتك؟ خامس علامة الضعف. لما انتي بتعيطي او بتبقي متضايقة هي بتقف جنبك وبتسندك وبتفضل تحفزك وتشجعك وتفضل تقولك وتواسيكي، ولا بأول واحدة بتتريق عليكي وبتبعد عنك ومتبقاش معاكي في المحشة وتصورك وبتقعد تتريق عليكي وتقولك الهبل ده ومش بتواسيكي؟ سادس علامة ومن أحسن العلامات علامة الآخرة. تفضل تتكلم معاكي عن الجنة والنار، عن ربنا، عن كل حاجة في الدين، ولا عمرها ما اتكلمت معاكي عن ربنا أو أي حاجة عموما في الدين؟ جاوبي وشوفي. لو صاحبتك فيها على الأقل 4 علامات من ال6 علامات دول حافظي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال
مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك من عطره أصابك من ريحة الطيب. يعني حتى لو انت مش 100% زيها ملتزمة، قلبك هيهدى، لسانك هيتعود على الذكر، عينك هتتكسف تعمل الغلط قدامها. يعني اسألي نفسك، أنا ريحتي إيه من صحابي؟ أنا ريحتي المسك ولا أنا الريحة الوحشة؟ ركزوا معايا لو عندكم صحاب صالحة أو نفسكم يبقى عندكم زيهم. يا رب اللهم صحبة صالحة مصلحة تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعتك، وفي الآخرة في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وفي الفردوس الأعلى إخوات على سرر متقابلين. اللهم لا تفرق بيني وبينهم إلا بذنب مغفور وعمل متقبل، اللهم آمين يا رب العالمين. اقفلي الفيديو ده دلوقتي ومنشني لصاحبتك اللي اسمها مكتوب في دفترك وقولي لها انت صفحتي للجنة، واكتبي في الكومنتات ايه الصفحة رقم 1 في دفتر صاحبتك، وخلونا نشوف وخلي كل البنات تشوف يعني ايه الصحبة صالحة. وربنا يجعلنا صحبة صالحة ويجعلهم هم كمان، وربنا يدينا صحبة صالحة ويخلينا احنا كمان صحبة صالحة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.